بيكم. النهاردة هنتعلم خطوة جديدة في الاكسل وهي الكونسوليديت. ايه هو الكونسوليديت دي؟ يعني ايه؟ يعني بنجمع بيانات في يعني جايلي مجموعة بيانات احنا بنجمعها في شيت واحد بطريقة احترافية. يعني مثلا عندي برودكت منتجات، مثلا بيبر، ارت، تيبلز، تشيرز، مثلا كراسي. طيب وعندي ايه من اول شهر من يناير لحد ديسمبر، فكل فرع باعت لي البيانات دي بتاعته: كايرو، اسكندريه، بورسعيد، اسماعيليه، اسوان. طب ازاي اعمل ليها كونسوليديت واجمع البيانات دي في شيت واحد؟ طيب هنعمل ايه؟ هاجي مثلا هنا في خانه في شيت فاضي كده، هسميه مثلا توتال سيلز ولا حاجه، التجميعه بتاعت المبيعات بتاعتي. هقف في اي خليه كده، ومن عند الداتا كده هختار دالة الايه، اداة الايه، كونسوليديت اهي، هختارها. طيب انا عايزه الفانكشن بتاعي ان انا هعمله ايه؟ ان انا هعمل تجميع، يبقى انا هختار الايه، الصم اهي. طيب هاجي في الريفرنس هنا في المرجع اللي انا هعمله، هقوم جايه عندي كايرو كده اهو، ومعلمه ليس كده مثلا، وعامله كنترول ايه، هيعلمني الجدول كله، واقول له اد. بص اتنقل ازاي اهو. طب هاجي للفرع اللي بعده، الكسندريا، اسكندريه، هقوم عامله باخدك كده كنترول ايه، الجدول اتحدد كله، اقف في اي حته في الخليه واعمل كنترول ايه، الجدول بيتحدد، واقول له اد. تمام. هاجي بورسعيد نفس الكلام اهو، اضغط كده في اي حاجه في الخليه، اضغط عليها واقول له كنترول ايه، بيعلم الجدول كله بتاعي، واقول له ايه، اد. هاجي هنا في بورسعيد هقوم ايه، باخدك جايه كده في الخليه، واقول له كنترول ايه، علم لي الجدول كله في بورسعيد، واقول له اد. معلش احنا عملناها مرتين في بورسعيد، احنا كده خلصنا مثلا بورسعيد. طيب هنيجي باخدك هنا معلش للاسماعيليه اهو، هاجي باخدك اقف هنا كده، واقول له كنترول ايه، وهعلم واقول له ايه، اد. تمام. طيب اسوان نفس النظام اهو، اسوان هعمل كده اتاكد ان البيانات، بص هنا البيانات مش مداخله كلها في الجدول اهي، لا انا اقف كده في اي خليه واقول له كنترول ايه، حدد لي الجدول كله من اوله لاخره، من اوله لاخره، واقول له اد. تمام. طيب انا دلوقتي انا كده علمت على كل الايه، الفروع اللي عندي. طب عشان اعمل ايه للصف، اعمل صف العنوان بتاعي في الصف والعمود بتاعي المنتجات بتاعتي، بعمل ايه؟ لازم اضغط على توب رو وليفت رو وليفت كولم، واقول له ايه، اوكي. بص عمل لي الجدول ازاي اهو، جمع لي كل حاجه. تمام. طيب بالنسبه هنا لما جمع لي اهو، شايفين اهو، راح ايه، مجمع لي الشهور كلها. يعني مثلا عندي الماشين، المكن مثلا كان قد ايه في يناير، جمع لي الفروع كلها من اول القاهره واسكندريه وبورسعيد واسماعيليه واسوان، جمع لي كل ده مثلا لحد اخر السنه. طيب تعالوا نوضح كده مثلا، ادي من يناير لايه، لديسمبر. طيب نخلي كده مثلا، وادي البرودكت بتاعي كله، المنتجات بتاعتي كلها، تجميعتها كلها. ماشي. طيب دلوقتي جمع لي الفروع كلها في شيت واحد، وكل حاجة جات لي من الفروع، من كل فرع اتجمعت لي قد ايه، مثلا ماشينز قد ايه، تيبلز، ترابيزات جات لي من الفروع في شهر يناير كان كذا، في شهر فبراير كان كذا. طب في حاجة بقى مهمة، وبتكة زرار واحدة، لو انا عايزة مثلا اشوف ماشين لحد ديسمبر هعمل ايه؟ ماشي. لا يعني انا عايزه اجمع الماشين كلها من يناير لديسمبر. طيب ماشي، وعايزه اجمعهم في خلال الشهر، المنتجات بتاعتي من كل الفروع جات لي عن كل شهر. طب اعملها ازاي دي؟ فانا لو وقفت كده على الجدول، ماشي، وحددته، مجرد ما اقف كده واحدد الجدول كده،
هنا كده حددناه اهو. ماشي، انا عايزه اجمع بقى هنا في الحته دي، اعمل خلينا هنا نكتب كده توتال نكتب توتال. ماشي، وهنا برضك هكتب التوتال هنكتب توتال. تمام، هقف كده واحدد الجدول بتاعي، وبضغطة زرار واحدة هتلاقيني بجمع. هعمل ايه بقى بضغطة الزرار دي؟ هدوس على Alt Equal. بص جمع لي ازاي في ضغطة زرار واحدة من غير ما اعمل ولا صم ولا اي حاجة. ادي عمل لي اهو. نوسعهم كده شوية، نفتح الخلايا كده شوية. بص جمع لي كل حاجة عندي بضغطة زرار Alt وإيكوال اهو. ماشي، طيب سؤالنا بقى، السؤال بتاع النهارده، وعايزاكوا يا ريت تجاوبوا في التعليقات معايا، يعني خلينا كده نبقى متفاعلين مع بعض. السؤال بتاعي بتاع التركايه. السؤال بقى بتاعنا، اكتر داله استخدمتها في الاكسل هي الكونسوليديت ولا السبتوتال؟ جاوبني في التعليقات. اكتر دالة استخدمتها في الاكسل هي الكونسوليديت ولا السبتوتال؟ ولو في اي سؤال او نقطة مش واضحة اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض سلسلة الاكسل من البداية للاحتراف.